صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نعمل صوابع زينب. معلش انا بتلخبط فيها بطريقه سهله وتجنن في البيت واحلى من الحلواني كمان. طبعا مضمونه الطريقه بتاعتها وكل المكونات في بيتنا باسهل مكونات ب 10 جنيه. انا جبت صينيه بسبوسه ب 10 جنيه، وعندي طبعا الفانيليا وعندي السكر، وعملنا احلى طبق حلويات. نتحدى الاسعار والغلا. يلا نشوف المكونات والمقادير بتاعتنا. يا مساء الفل عليكم. هنعمل بقى النهارده صوابع زينب اللي بنشتريها انا واولاد عاملين بيروحوا يشتروها. الحلويات طبعا غليت والدنيا ولعت نار. معايا دي كوبايتين من الدقيق وحطيت رشه ملح بس انا ما صورتهاش. معايا هنا كوبايه الا ربع صينيه بسبوسه، ومعايا دي سمنه. انا حاطه سمنه على زبده، اللي عايز سمنه او زيت مفيش مشكله، بس انا بحب الزبده. ريحه الزبده الفرن في الحاجات الحلوه بتبقى حلوه. معايا كده هنخلطهم بقى في العجان، نبسهم الاول زي كحك العيد والحاجات دي كلها كده. معايا كده الدقيق بتاعنا بس هنا خالص اهو بالشكل ده كده اهو. لازم السمنه تتقلب فيه كويس اهو بالشكل ده. معايا بقى هنا كوبايه من الميه. معايا هنا في طبق احط معلقه كبيره من السكر، ومعلقه معايا باكل خميره هاخد معلقه صغيره بالشكل ده كده. معايا كوبايه من الميه ونقلبها. طبعا الميه فتره خالص يا دوبك نقلبهم كده كويس اهي، وننزل بيهم على العجين. انا بقى هضيف حاجه من عندي بتبقى حلوه قوي في التحمير، باكت بيكنج باودر اهي. هنحطه على العجين بالشكل ده كده، وهضيف كوبايه الميه بالمكونات بتاعتها اهي كده، ونقلبها ونشغل العجين اهي كده. انا بشغل العجان على الهادي الاول وبعد كده هعمله السخن. تلم معايا خالص اهي بالشكل ده. هنسيب العجان بتاعنا ونشوفها مع بعض. بصوا لمت خالص اهي. نشيل نفك العجان اهي بالشكل ده كده اهي. ملمسها ناعم وجميله. طبعا العجان سهل عليا كتير. لو ما عنديش عجان عادي بايدي هنحطها في بوله ونسيبها ترتاح لمده 10 دقايق، من 10 دقايق يعني بالكتير 10 دقايق علشان نشكلها. معايا كده العجينه بتاعتنا بعد ما ارتاحت هنقطعها بالشكل ده. انا ممكن اعملها كور اهي، هخليها بالشكل ده كده، ولو حبيت اصغر شويه هنصغرها عشان تبقى معانا مظبوط. انا معايا ده منخل اهو، هعملها كده اهي وافردها عليها والفها بالشكل ده كده اهي. بقت معايا بالشكل ده اهي، حتى مسكت الطبقه التانية. انا المنخل بالنسبه لي سهل لاني هيديني الشكل اللي انا عايزاه. ادي كده واحده، وناخد كمان واحده اهي ونلفها كده وهفردها على المنخل اهو اهي. ادتني الشكل اللي انا عايزاه. نعمل كمان واحده مع بعض. نقطع لو حسيتها كبيره شويه نعملها قد الليمونه كده اهيت ونلفها اهي. لو انا حسيت ان اللون بصوا راح معايا، بصوا بعمل ايه اهي، تبقى معايا بالشكل ده. بصوا معايا كده. معايا دي بتاعت البطاطس اللي بنشيل بيها البطاطس. هنعمل كذا شكل معايا اهي بالشكل ده كده اهي، تبقى بالشكل ده. عملنا كذا شكل منها، عملنا بالمنخل وعملنا بدي. ادي الشكل اللي هو احنا عملناه ده اللي هو بالمصفى بتاعت البطاطس، ودي اللي هو بالمنخل. هنحمر تحت الزيت وهنحمر. يلا نشوف كده مع بعض. معايا هنا الزيت سخن اهو، هنزل بيه. انا مش هستنى ان هي عشان ما تخمرش. انا طبعا مش حاطه خميره كتير بس ما علينا، هحمر اللي انا عملته. بصوا كده هنبتدي بقى نقلب فيها اهي. بصوا بدات تاخد اللون الذهبي الجميل بتاعها اهي.
انا مهديه النار برضه عشان تستوي، لان دي عجينه طبعا لازم اسويها كويس من الداخل. شايفين الجمال؟ بصوا معايا كده اهي اللون. هنحط بقى معايا هنا في الشوربه، معلش دي وقعت معايا هنا شربات. هبقى اقول لكم على الطريقه بتاعته. هي كوبايتين سكر وكوبايتين ونص ميه وشريحتين ليمون وورقه فانيليا. عايزه اقول لكم على حاجه، الفانيليا لما حطيتها في العجينه مع التحمير كده مديها ريحه جميله جدا. شفتوا محلات الحلواني لما بنبقى معديين كده ونشم الريحه الحلوه في الفانيليا بتبقى جميله بالشكل ده اهيت. نبتدي بقى نطلع اللي اتحمر معانا. انا دي طبعا بتسهل عليا اكتر اهي، عشان اشيلها نحطها في الشربات. انا بحاول اديها نفس اللون اللي بنجيبها من بره صوابع زينب اهي. اللي ما احمرتش بنقلبها تحمر ونشيل الباقي. انا هسيبها لمده كده 10 دقايق او ربع ساعه على ما اجهز كمان شويه تشرب من الشربات بتاعها. مش هستعجل عليها لان هي مش زي الزلابيه او البلح الشام معلش، فايه هسيبها تشرب شويه من السكر بتاعها من الشربات اهي بالشكل ده. بكده خلصنا رموش مش رموش الست معلش، صوابع زينب معلش انا اتلخبطت معاكم. بصوا بالشكل ده كده اهوت، بصوا منتهى الجمال ومرمله من جوه حاجه تجنن. بصوا احنا عملنا طبعا كميه، عملنا طبقين اتنين، انا قسمتهم على طبقين عشان تفضل مقرمشه ما تطرش معايا بالشكل ده. لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.